ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ فاكرين لما قلت لكم قبل كده ان السوق المصري غصب عنه لازم يصحح نفسه، وان استحاله الاسعار تفضل تزيد بالمنظر ده، وخصوصا بعد التدفقات النقديه الكبيره جدا اللي جات لنا من عمليه راس الحكمه، وان كده كده الفدرالي الامريكي غصب عنه هيبدا ينزل الفايده، وبالتبعيه الجنيه المصري كمان هيبدا سعره يقل، والفايده في البنوك هتقل، واسعار العربيات غصب عنها هتبدا تقل. او ده دلوقتي اللي بيحصل بالحرف في اليومين دول. شهر 7 اللي فات تقريبا احنا شفنا اكتر من 20 عربيه صيني مره واحده. دول عملوا منافسه جامده جدا 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 في سوق السيارات، وكل يوم بنشوف اسعار وتخفيضات جديده من عربيات اصلا موجوده في السوق. ومنهم عربيتين النهارده نزلوا. توكيل الاسراوي نزل تخفيضات على جيتور، وفي تخفيض معانا تاني جاي من توكيل غبور على عربيات هيونداي توسان. زي ما احنا شايفين معانا الخبر في جريده المال، بيقول ان مجموعه الكسراوي جروب قررت تعمل تخفيضات على اسعار جيتور بقيمه تصل ل 194 الف جنيه. وقالوا نوهوا في الخبر ده ان جيتور بتدي ضمان على المحرك 10 سنين او مليون كيلومتر، نفسها نفس كل مجموعه شيري، عشان هم اصلا كلهم يعتبروا ايه، شركات منبثقه من بعض يعني. وبتدي ضمان على العربيه 6 سنين او 150 الف كيلو. طبعا الجيتور هنا بتضرب في مين؟ بتضرب في مجموعه ساو ايست، عشان هي نفس الموتور بنفس الكفاءه بنفس التكنولوجيا، بس دي قديمه شويه فعايزه تكمل في حصتها ايه في السوق. نبص بقى على التخفيضات. اول فئه معانا الاكس 70 بلس اللاكجري 2025، دي كان سعرها مليون 130 الف، دي نازله بنفس السعر مفيش فيها اي اختلاف. الاكس 90 بلس موديلات 2026 نازله بسعر مليون 520 بدل مليون 470 الف. اما عربيات الداتشنج المشهوره في جيتور، الشكل الهجومي اللي تحس ان شكل فضائي شويه، الموتور ال 1500 سي سي موديلات 2026 نازله بسعر مليون 155، واللاكجري نازله بسعر مليون 250. اما اللاكجري ال 1600 سي سي نازله بسعر مليون 415 الف. العربيتين اللي بداوا ينتشروا شويه في السوق المصري اللي هم شبه الرانج روفر كده، العربيات التي 1 والتي 2. التي 1 نزلت موديلات 2026 بسعر مليون 695، والتي 2 نازله بسعر مليون 865. وهنا برضه عشان يجر رجل الزبون قال لك العربيات كلها معاها سنه مجانيه لمده 3 سنين او 60,000 كيلومتر. تاني خبر معانا من مجله اوتو زون، بنتكلم عن العربيه طبعا المحبوبه لقلب ناس كتير من المصريين، هيونداي توسان. توكيل غبور بقى نزل ايه؟ نزل تخفيضات على جميع فئات التوسان بتصل لسعر 151 الف جنيه. اول فئه فئه الشادو سعرها كان مليون 650 بقى مليون 500، ده تخفيض 51 الف. فئه البليز كان مليون 790 بقى مليون 750 الف، برضه ده 41 الف. الريد لاين سعرها دلوقتي مليون 850، وبقى قبل كده كان مليون 900 51 الف. الحاجات بقى اللي خدت تخفيضات اعلى، فئه النايت كانت ب 2 مليون و100، سعرها دلوقتي بقت 2 مليون، ده تقريبا تخفيض 100 الف جنيه. البلاك دايموند كان سعرها 2 مليون 250، بقى سعرها دلوقتي 2 مليون و100 الف، دي واخده تخفيض 151 الف. اما الان لاين كان سعرها 2 مليون 350، دلوقتي بقى سعرها 2 مليون و200 الف، دي واخده تخفيض برضو 151 الف. طب يا ترى التخفيض اللي منزلها هيونداي ده زي ما احنا متعودين كده لله وللوطن؟ يعني جيتور احنا عارفين نفس الشكل اللي موجود دلوقتي هو نفس الشكل اللي موجود في الاسواق العالميه بره. يا ترى ايه الوضع مع هيونداي؟ لو دخلنا هنا على ويكيبيديا وشفنا هيونداي توسان الجيل الرابع الفيس ليفت بتاعها نزل من 2023 ومكمل لغايه موديلات 2025، ودي صور الفيس ليفت اللي موجوده بره، اللي هي تقريبا نفس الصور العربيه اللي موجوده عندنا بالظبط، مفيش فيها اي اختلاف خالص. معنى كده ان الحركه اللي نزلت دي بتخفيض الاسعار بتاعه العربيه هيونداي دي نازله بس عشان خاطر تواكب الاسعار اللي موجوده في السوق دلوقتي، وتعديل الاسعار عشان تفضل حصتها موجوده في السوق، ما تسحبش وتروح لصالح عربيات تانية صيني موجوده في السوق دلوقتي ممكن تسحب منها الحصه التسويقيه بتاعتها او حصه البيع بتاعتها موجوده في السوق. وخصوصا ان هيونداي توسان يا جماعه بتيجي بفتيس دول كلاتش دراي مش ويت، وده كان عامل مشكله في بعض العربيات اللي موجوده ان هي بتسخن والفتيس بيدي انذار ان الفتيس سخن ويركن على جنبه وحاجات زي كده. وبس ده كان كل حاجه النهارده. ان شاء الله في تخفيضات جايه ان شاء الله في السوق هنتكلم عليها، ونتمنى الخير لمصر، ونتمنى ان شاء الله توطين صناعه العربيات تبقى موجوده اكتر في السوق. كل ما يبقى فيه منافسه كتير، كل ما يبقى فيه مصانع كتير وانتاج كتير، كل ما الاسعار هتهدى اكتر من كده. والناس بتوع المستعمل نهدى شويه، سوق المستعمل بالذات بياخد وقت غير سوق الزيرو. يعني اول ما الاسعار ما بتزيد في الزيرو المستعمل بيجري وراها، نفس الحكايه الاسعار بتنزل في الزيرو والمستعمل غصب عنه هينزل وراها سنه سنه. يلا كان معاكم مؤمن سيد، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.